النهارده يا ماما كنت بتفرج على التيك توك، لقيت حد طلع لي يعني ان الجواز نهاية اي علاقة حب ما بين اتنين. مم. الكلام ده حقيقي؟ دول متخلفين يا حبيبتي، ده مين اللي قال كده؟ بس ما علينا. بصي يا لوجي، الجواز يا حبيبتي دي بداية العلاقة. يعني اللي بيحصل قبل الجواز اللي هي خطوبة. الخطوبة والمعرفة والى آخره، دي بتبقى كلام كلها اللي هو احنا لسه بنتعرف على بعض، لسه بنشوف احنا في قبول بينا ولا لأ، في حاجات مشتركة بينا ولا لأ ان احنا اصلا نتجوز. لكن الجواز هنا بقى بداية الحب الحقيقي، ان انت تعيشي مع بني آدم تاني في بيت لوحدكم، تبداوا تتطبعوا وتباعوا بعض. بعد فتره تبدا يبقى عندكم ولاد، بعد فتره تبقى في بينكم مش حب بقى، عشره، والعشره دي بتبقى اقوى من الحب. يعني فاهمه مم. قصدي؟ يعني اللي بيبقى بقاله 10 سنين غير اللي بقاله 20 سنه غير اللي بقاله 30 سنه، الناس دي ما بتقدرش تبعد عن بعض. لكن اللي قالك كده ده تلاقيهم اصلا ما يعرفوش يعني ايه رحمه وموده وحب حقيقي بعد الجواز. دي ناس كانوا متجوزين عشان اسباب تانية، منظره بقى، عايز يتجوز، هو مبسوط ومعاه قرشين، باباه مبسوط ومعاه قرشين، فبيجوزوا علشان الشكل الاجتماعي، مش عارفه اتجوز بنت مين، حاجات كلها بتلاقيها مصالح او حاجات ما يعني ملهاش مم. علاقه باللي هي تكوين اسره. لكن البني ادم اللي داخل يكون اسره حبيبه قلبي دوت داخل على بجد حاجه حقيقيه، فاهمه قصدي؟ يعني ده واحد بيختار واحده قريبه منه في كل المواصفات، مفيش حد شبه حد بيتجوز على فكره، لكن بتبقى قريبه منه في كل المواصفات، شبهه في العيله، شبهه في الاخلاق، فاهمه قصدي؟ لما بيتجوزوا وبنبقى خلاص بنبني هنا بقى كده عيله واسره، بالحب بيتطور وبيكبر. يعني انا بشوف ان الحب اللي بعد الجواز بسنين ده اقوى واهم بكتير جدا من حب العيال اللي بيبقى في الخطوبه. وانا بالنسبه لي حب الخطوبه ده مش حب، ده بيبقى مم. اتنين مبسوطين ببعض وفرحانين بشكل بعض وفرحين بالخروجات والفسح والهدايا. لكن حب الجواز بقى اللي هو جه بعد معاناة وبعد مرض، والبنت دي اللي هو اتجوزها بقت حامل وتعبانة وهو بيساعدها وخلفوا طفل وبيساعدوا بعض في الطفل دوت، والمشاكل الحياة اللي ما بتخلص، هو ده اللي اسمه حب بجد. فما فيش حاجة اسمها حب بيخلص بعد الجواز، او الحب بينتهي زي ما هو اللي سمعتي الفيديو بتاعه انه الحب بينتهي بعد الجواز، مفيش حاجة اسمها كده. ماما انا سمعت موضوع الجواز الصالونات دي، اللي هو مم. يعني ايه جواز الصالونات؟ يعني بتقابلوا في الصالون يعني؟ مين دول اللي بيتقابلوا في الصالون؟ بصي يا لوجي، هما. لا مش هما. بصي يا حبيبتي، انت سمعتي جواز الصالونات دي فين يا لوجي اصلا؟ بس ما علينا. جواز الصالونات ده حبيبتي الاتنين ما يعرفوش بعض خلاص. فهنا الام والاب بتاع الولد اللي جاي يخطب ده قالت له مثلا انا عايزه اجوزك، ففي بنت فلانه، بنت حد قريبنا، بنت حد معرفه، بنت ايا كانت بنت مين، هنروح نشوفها. فبيجي بقى العريس مع امه وابوه، تمام كده، يروحوا يزوروا الناس دي، ويقوموا مثلا الاب والاب البنت يجيب البنت علشان العريس يشوفها، مم. ويبقى دي اول مره في حياتهم يشوفوا بعض. وممكن يسيبوهم كده يقعدوا 10 دقايق وربع ساعه يتكلموا مع بعض، اللي هو مثلا يقول لها اسمي ايه وهي تقول له اسمها ايه، ويعرفوا بيشتغلوا ايه وكل الحاجات دي، متخيله؟ وعايزه اقول لك ان في جواز من جوازات الصالونات دي بتنجح جدا، لان هي اصلا قايمه على فكره التوافق. العيلتين دول قريبين من بعض في الثقافه وفي مم. الماديات وفي كل حاجه، خلاص. فدي بتبقى البدايه. تاني خطوه بتبقى البنت والولد، هل هم متوافقين؟ ما هم ممكن يقعدوا مع بعض دلوقتي، هل هم هيتجوزوا خلاص؟ لا، هم بيقعدوا مع بعض العشر دقايق والربع ساعه او النص ساعه ديت، بعد كده بس. بيمشوا. هو بيروح يقول لمامته ايه يا لوجي؟ تخيلي، ايه؟ عجبتني او ما عجبتنيش، لا انا مرتحت لهاش، ما هي بتبقى قبول. انا ممكن اشوفك، مش انت ممكن تشوفي حد دلوقتي من اصحابك، حد يكون جاي معاك عندكم السنه دي اول مره، فانت تشوفيها تقولي انا ارتحت لها، وممكن تشوفي بنت كده من اول ما تشوفيها تقولي لا دي بنت غلسه جدا انا ما ارتحت لهاش. مم. بيحصل ولا لا؟ مم. فدي حاجه طبيعيه على فكره، يعني مش جوازه غريبه ايه ده في حد بيتجوز كده، لا على فكره عادي جدا. فلما بيشوفوا بعض لا بيرتاحوا لبعض، او بيحصل ان هو الاتنين لا مش مرتاحين. طيب فرضنا ان هما دلوقتي مرتاحين لبعض، بيحصل بقى مقابله تانية، بيقعدوا تاني قعده تانية مع بعض، وبعد كده تبدا بقى الاهل تخش بقى في اجراءات الجواز. وعلى فكره جوازات كتير جدا جدا بتنجح من الجوازه دي، عشان تبقى عارفه. مش لازم يعني يبقى في علاقات حب في الاول يبقوا عارفين بعض ومش عارف ايه، وفي الاخر بيتطلقوا بعد شهرين. وانا كنت فاكرة جواز الصالونات دي بتتعمل في الصالون. والنبي يا لوجيا ساكته، والنبي ما ساكته. مش قادره لكم اصلا على الفكر اللي عندكم. لا حبيبه قلبي، لا يا ماما، ما تعملش في الصالون يا حبيبتي، بتعرفوا على بعض في الصالون. يعني اعتبري الصالون بالنسبه لهم هو النادي.
ماما انت عمرك فكرتي تتطلقي من بابا؟ لا طبعا. بصي يا لوجي، انا علاقتي بباباكي فيها كل الجوانب. بمعنى فيها جانب حب وعشرة ومودة ورحمة، وانتوا، احنا ما شاء الله، احنا عيلة كبيرة مش عيلة صغيرة، ما شاء الله ما شاء الله. تمام، ان انتوا شاء مش الله. بني ادم واحد، انتوا اربعة. يعني اربع بني ادمين مرتبطين في الجوازة ديت. مش ان انا هقول هصحى الصبح اقول اصل انا زهقت من الجواز وعايزة اعيش لوحدي فهقوم متطلقة واتطلق، ما ينفعش. حقيقي ما ينفعش. انتوا اربع بني ادمين مرتبطين بينا، فانتوا حقكم علينا ان احنا نوفر لكم حياة سليمة. الحياة السليمة انا من رأيي بوجود الاب والام. رقم واحد، لازم الاب والام في حياة الولاد مع بعض. لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي. انا دايما بشوف كل اللي حوالينا الا من رحم ربي، بس الغالبية العظمى اول ما بيتطلقوا كل واحد بيتاجر قدام التاني بالولاد. يعني الام اللي بتاخد الولاد بتكره الولاد في ابوهم، حتى لو كان ابوهم ده احسن واحد في الدنيا وبيتصرف عليهم وبيعمل كل حاجه، بس برضه ستيل بتفضل تكرههم فيه. ويفضل هو بيدفع فلوس وفي الاخر ما بيشوفهمش، وكارهينه وخناقات ومشاكل والى اخره. طيب لقينا ان الام كويسه وبتحاول تقرب من الاب، هتلاقي الاب شرير وطول الوقت مش عايز يصرف على ولاده، وفجأة بقت مصاريف ولاده دي تقيلة على قلبه، وان هو مش عايز يديهم فلوس، وان هو بيديهم الفلوس يعني بذل. سوري طبعا في الكلمة، ان هو بيذلهم وهو بيديهم فلوسهم وكأنهم عالة عليه، ومراته التانية والبيت التاني وولاده التانيين بقوا اهم حاجة في حياته. فانا بشوف النماذج الطلاق اللي حوالينا مفيش حد بيعمل النموذج المفروض يتعمل. والمفروض يتعمل ايه؟ هو ان احنا بعد الشر اتطلقنا دلوقتي، اولا نحترم بعض بعد الطلاق اكتر من الاول، علشان خاطر مصلحة ولادنا، علشان خاطر الحالة النفسية لولادنا، وعلشان خاطر اللي انت محتاجة ان تكون امك في حياتك وابوكي في حياتك. مش لازم ان احنا اتطلقنا فاحنا نقطع بعض ونرمي ولادنا ونحارب بولادنا. ده اللي بيحصل، ده هو الكارثة. فلازم ان احنا، انا عمري ما، يعني انا ما احبش فكره الطلاق. انا بحب ان احنا كلنا يعني تبقى العيله كلنا عايشين مع بعض وفي امان وباحترام. واحترام دي رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة. ان طالما الاب والام محترمين بعض ومحترمين العلاقة دي ومحافظين على ولادهم، هيفضلوا طول الوقت كده يعني خايفين على العلاقة الزوجية علشان خاطر ولادهم. طب انت عارفة ليه يا لوجي ان دايما بيبقى بعد الانفصال بنسمع على كمية مشاكل ما بينهم؟ يعني تلاقيهم طول ما هما متجوزين الدنيا تمام وصور على كل البلاتفورم وفرحانين وخروجات وفسح، يتطلقوا النهاردة بكرة تلاقي كل واحد بيفضح التاني. ده كارثة على فكرة، اه. ده هو كارثة. بصي اقولك حاجه، بالنسبه لي ما بتجيش قوي، يعني ما بفكرش فيهم اكتر ما بفكر في الولاد. عشان صح، احنا اللي بنتأذي في الاخر مش برافو هما. عليكي لان برافو احنا عليكي. انتوا اولا باباهم هيبقى، يعني انا اسمي ايه، لوجيا احمد ريحانه، لو بابايا سميته وحشه بقى سميتي انا كمان وحشه. بالظبط كده، هو بيأثر عليكي فعلا، فعلا دي فانا حقيقة. بحس انه انا اللي هتضر مش انتوا، وانتوا في الاخر في الاخر ممكن تتصالحوا. بالظبط، او بيعيشوا حياتهم، اه او انا كل واحد في الاتنين دول ممكن يعيش حياته. يعني فانا هي اللي ممكن هتضر. تتجوز وهو ممكن يتجوز، وفي الاخر ايه اللي يحصل؟ ان الولاد هم اللي انا هيقعوا في النص. انا اللي يعني هم اللي هيتضروا، هم اللي هيجيلهم حالات نفسية، وهم اللي صحيح. هيكرهوهم قوي ولا هيعرفوا. وممكن كمان يأثر على علاقات العيال ديت بعدين. يعني ممكن البنت او الولد اللي بينشأوا في أسرة حصل فيها مشاكل في الطلاق، هتلاقيهم هم نفسهم خايفين يتجوزوا بعد كده. ولو صح، اتجوزوا عشان هيفتكروا انه ممكن كل جدا، ده كده. بالظبط، وممكن جدا بعد ما يتجوزوا يكرروا نفس الحاجة تاني. ودي بقى حاجة في علم النفس، ان البني ادم لما احيانا لما يعيش في مشكلة كبيرة بيكررها تاني. ده او حاجة في اللاوعي. او يعكسها او يعكسها. على دي حسب حقيقة. هو. بس في نسبة منها ان هو يحصل كده ويبقى، او يبقى خايف خالص من الجواز. اه ما يتجوزش. يخاف، يبقى فاكر ان كل الجواز اشحال امه وابوه اللي هم احسن اتنين في الدنيا. خلي بالك ان اي ابن في الدنيا بيبقى بيشوف شايف ان امه احسن ام في الدنيا وابوه احسن اب في ده الدنيا. كده. فلو حصل مشكلة ما بين الاتنين دول، فانت وقعتي اهم تمثالين في حياته. انت كسرتيه، كسرتي التمثال اللي هو الرول موديل بتاعه. فلو اتكسر خلاص يبقى كل حاجة بقت وحشة. زي بالظبط لو ابن امه ست مش كويسة، امم. هو هتلاقيه من غير وعي هيبقى شايف ان كل البنات اللي في الدنيا بنات مش كويسة، لان اهم واحدة في صح. حياته اللي هي امه مش مش كويسة. كويسة. فيبقى كل البنات ايه؟ خلاص، ده بالتبعية ان هم مش كويسين.
ماما فاكرة البنت اللي كان بقولك عايزة اذاكر معاها وبنزل اذاكر معاها او هي بتجيلي او كده؟ اللي معانا في الكومباوند؟ اه. اه عارفاه. مش انا ماما كنت بقولك هي شاطرة قوي بتطلع الفيرست كل سنة، ولا ولو نقصت ايوه. درجة فاهمة، هي كانت بتحب قوي تطلع الفيرست، بتحس نفسها حاجة كده. انا عارفه. اهلها اتطلقوا، من ساعة اهلها ما اتطلقوا بقى وانفصلوا خلاص، مهم. هي بقت تجيب اف. بقت شاطرة خالص في المدرسة، بقت تعد عادة السنة عادي جدا. السنه اللي فاتت عدد السنه؟ أمم، يا نهار ابيض. انت ما آه، قلتليش. جابت اف في اي مادة. حتى المواد اللي هي بتبقى من غير مذاكرة سهلة دي، مهم. هي كانش بتعرف تحلها. وحتى ما بقتش تتكلم اي حد، اختفت من كل حتة بجد، ما انا ما بقتش شفتهاش خالص السنه موجودة. دي اصلا، ما م- جاتلكيش م- ولا مره؟ ما بقتش موجودة خالص. يعني قاعده في البيت ما بتنزلش الكومباوند ولا حتى بتروح لاي حد؟ خالص. هي مش عارفة، هي كمان انا مش عارفة هي لسه اصلا في الكومباوند ولا نقلت ولا. من كتر ما هي مش بتكلمك فعلا. طب انت حاولتي هي تكلميها؟ اتشالت اصلا من عندي كمان، من السناب وكل حاجة، عشان هي بقتش تبعت وانت ما ستريكات. حاولتيش تكلميها؟ في الاول حاولت، بعديها لا. ما ردتش عليكي؟ امم هي متدمرة كده مع نفسها. عارفه يا لوجي، لو كل اب وام فكروا في اللي انت بتقولي عليه ده، عمر ما في حد هينفصل. على الاقل هيفكروا مليون مره ان هم ما ينفصلوش علشان ولادهم، حتى لو كان على حسابهم هم نفسهم. طب ليه يا ماما الجواز اللي بيبقى عن حب بيفشل وينتهي بالطلاق؟ بصي يا حبيبتي، مفيش حاجه اسمها الجواز عن حب الناس بتنفصل بعديه. خلاص. ده اصلا هتلاقيه في الاساس جواز غلط. وده اللي انا قلت لك عليه في الاول. الناس دي بتبقى متجوزة مصلحة، أو متجوزة بشكل غلط، أو متجوزين علشان يرضوا أهاليهم، أو امم متجوزين علشان ماشي. خاطر. هتلاقي أسباب كتير جدا ومش مش حقيقية. فعشان كده لما اتجوزوا شهر اتنين اتطلقوا. وعلى فكرة أنا امم بيقابلني حاجات زي كده كتير جدا. يعني ببقى حاضرة لسه فرح من شهرين، وفرح بملايين، بيصعب عليا بجد الفرح، بيصعب عليا المصاريف اللي اتدفعت في الفرح. وبعدها بشهرين بكون بكلم مامة مثلا البنت او اطمن عليها اخبارها ايه، تمام، طمنيني. تقوم قايله لي اتطلقت. انا بيبقى صدمتي، والله العظيم صدمتي، اللي انا حاسه ان هو ما خدوش ثمن الفرح. يعني هو بجد ما خدوش ثمن الفرح. اه. الفرح راح على الارض، يعني اتصرف ملايين على الارض. هو هتلاقي بقى في البدايه كل حاجه كانت غلط. وكان ما كانش فيه اصلا كلمه حب، لان كلمه حب دي كلمه كبيره. لكن احنا دلوقتي اي اتنين يقابلوا بعض يقول لك انا بحبها. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها حب من اول لحظه. في قبول. الحب ده بمواقف وحاجات كتير قوي عشان نوصل لكلمه حب. يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده. ضحكنا وهزرنا واختلفنا بس في الاخر اتفقنا. سلام. سلام.